راديو تسعينات، راديو يتسمع. دلوقتي معكم مع برنامج رمضانك جميل مع هبة أحمد ودكتورة سميرة صلاح. اخترنا برنامجنا في الروقان بعد الفطار وانتهزنا فرصة أفكار الليل وإن النسيم عليل إننا نفتح معاك مواضيع تخلي رمضانك جميل. ومن الحاجات المهمة اللي هتخلي رمضانك جميل بجد أكيد مش رمضان نايتس. موضوع الحلقة النهاردة رمضان نايتس، الظاهرة اللي ظهرت فجأة وبقت منتشرة تقريبا في كل أجواء مصر. خيمة رمضانية بيحصل فيها فطار أو سحور وبيبقى ليها تيكت تقريبا يعني أغلى من تيكت السينما. مش بس كده، هي بيبقى ليها كمان لبس معين، يعني انت لازم تدخل بالزي الرسمي، العباية اللي هي برضو بتتشرى بمبلغ وقدره اللي هو من 300 ل 1000 جنيه، مش فاهمة ليه برضو. وعلى أيامينا أو على مفهومنا للخيمة الرمضانية علشان نفطر أو نتسحر أو نتجمع، وده ما بقاش موجود خالص. ده بقى مش بس كده، ده بقى أغاني ورقص واستعراض، وبعدنا كل البعد عن رمضان. يعني بدل ما يكون شهر رمضان للعبادة بقى رمضان نايتس للحفلات والسهر والغنى. عايزة قبل ما اتكلم يا هبة عن موضوع رمضان نايتس، عايزة اقول البداية اللي كانت فيها فكرة الخيم الرمضانية. الخيم الرمضانية يا هبة في القاهرة كانت في العصر الفاطمي في القرن العاشر، وكان بيطلق عليها ايامها بيت الشعر، وكانت بتضم مسابقات وحلقات ذكر وتواشيح دينية، بالإضافة لتقديم الأكلات الشعبية المصرية المرتبطة في الشهر ده. وكانت بتقام بعد صلاة التراويح، وكانوا بيسمعوا فيها لمحمد عبد المطلب وشفيق جلال في إطار روحاني المصريين بيحبوه، وكان بيخلو بصراحة من الإسفاف والخروج عن المألوف تقديراً للشهر الكريم ده. بس دلوقتي يا هبة اختلفت القيم، دلوقتي بقت كل حاجة طبعاً. وعكسها، يعني تقريبا بقت كل حاجة عكس ما حضرتك ما قلت. طبعا يعني حضرتك كنت بتقولي إنها بتقيم بعد صلاة التراويح، لا هي دلوقتي بتقيم وقت صلاة التراويح، هو من أول المغرب. عندك حق. يعني من أول المغرب لحد الفجر بيبقى حفلتين، حفلة من بعد الفطار على طول لحد الساعة 12، وحفلة من الساعة 12 لحد الفجر بتاعة السحور. أنا شايفة إن أنت بدأ ما تروح خيمة رمضانية وفر الفلوس دي اتصدق بيها على حد غلبان مستني. غير كده، هو شهر رمضان للعبادة، شهر رمضان فيه تراويح، فيه قيام ليل. حتى مش عيب طبعا ان احنا نتجمع، ومش عيب ان احنا نتلم، ومش عيب ان احنا نتسحر بره، بس ما ينفعش نحول رمضان يا جماعة يوميا للسهر والغنى والتدخين. كل حاجة ربنا منعنا فيها احنا بنعملها بجد. انتوا ليه مصعبين المواضيع قوي كده؟ وبعدين عايزة اقول لكم على حاجة، شهر رمضان كل حسنة فيه بتتحسب الضعف، وبرضو كل غلط فيه بيتحسب الضعف. فانت بتضيع فكرة رمضان. يعني ربنا بيدينا شهر رمضان ده هدية علشان نجمع فيه حسنات نغطي بيها على كل ذنوبنا طول السنة، او نحاول نعمل فيه حسنات كتير قوي علشان نستغفر ربنا عن كل ذنوبنا طول السنة. فاحنا الحمد لله دلوقتي بقينا في رمضان بنزود عدد سيئاتنا من الطبيعي للضعف. ودلوقتي أنا عايزة أقولك برضو إن هي بقت تجارية، يعني الناس اللي بتغني فيها والناس اللي بتيجي تعمل فقرات فيها دي تجارة بالنسبة لصاحب الخيمة الرمضانية طبعا. وده مظهر مش مظهر من مظاهر الدين والروحانيات، هي وسيلة لإضاعة الوقت. يعني انت بتضيع وقتك. الموضوع بقى بزنس طبعا. يعني مش مهم بقى انا هخسر ايه مقابل ان انا اكسب فلوس، هخسر نفسي، هخسر حسنات، هشيل ذنب ناس. لان اللي بيخلي حد يعمل الغلط فبيتحاسب على غلطه وغلط الشخص اللي خلاه يغلط. فانت ما شاء الله بتستثمر فعلا، بس بتستثمر في ذنوبك، انت ازاي تزودها. صح. نصيحتنا ليكم في برنامج رمضان الجميل، بلاش تخلي الوقت يسرقك. وبما اننا في العشرة الاواخر من رمضان فحبينا ان احنا نأكد قوي على النقطة دي. بلاش تضيع آخر 10 أيام في رمضان اللي بيبقى فيهم اعتكاف وبتكون فيهم ليلة القدر اللي فعلا ممكن تغفر لنا كل ذنوبنا، إن الدنيا تسرقك في السهر،
فبجد يا جماعة بنترجاكم على الأقل آخر 10 أيام حاول تحافظ على صيامك وزكاتك واعتكافك. يا جماعة ما تضيعوش الوقت، رمضان أيامه قليلة وليه قصيرة. مش من بعد رمضان إن هو بقى شهر، كان شهر العبادة والصيام، دلوقتي بقى شهر الفن والشيشة والدخان. يا جماعة المفهوم الحقيقي لشهر رمضان إنك تتصدق وتتقرب لله سبحانه وتعالى، وإن أنت تشيل موضوع الخيم الرمضانية دي خالص وتستثمر وقتك إن أنت تود أصحابك وتود أهلك، وإن يكون شهر رمضان الكريم جميل عليك وعلى أهلك وعلى أسرتك. يا جماعة إحنا يعني الشهر مش متحمل تفاهات وبيؤثر بشكل سلبي جدا على الناس. اتصدق، صل رحمك، اقرأ القرآن. رمضان قليل وشهره قصير، حاول تستثمر وقتك لله سبحانه وتعالى أفضل، لأن إحنا مش عارفين. يعني إحنا بنقول دايما في رمضان اللهم بلغنا رمضان، إحنا مش عارفين إذا كنا هنعيش لرمضان الجاي ولا لأ. ربنا يدي الناس كلها الصحة وطولة العمر، رمضان بيضيع، حاول إن أنت تستغل. استثمر وقتك واستثمر حسناتك، لأن رمضان فرصة يا ريت كلنا محدش يضيعها من إيده. ونرجع ونقول رمضانك طول عمره جميل، وإحنا اللي بنحاول نكون جمال زيه، ومهما عملنا قليل بس بنحاول نخلي رمضانك جميل.